عندما ننظر إلى الحضارة المصرية القديمة، نجد أن المصريين القدماء لم يروا خلق البشر كحدث بسيط، بل اعتبروه عملية كونية عظيمة مرتبطة بالطبيعة والقوى الإبداعية للكون. كان أحد أهم الآلهة المرتبطة بخلق البشر هو الإله خنوم، الذي كان معروفاً بإله الخلق والتشكيل. كان خنوم يصور غالباً في النقوش المصرية القديمة والنقوش الجدارية جالساً أمام عجلة الخزاف، تماماً مثل الخزاف الذي يشكل الطين بيديه. على هذه العجلة كان يعتقد أنه يشكل الجسم البشري من الطين كتجسيد رمزي للخلق والتكوين. كان المصريون القدماء يعتقدون أن خنوم لم يشكل فقط الجسم البشري، بل ساعد أيضاً في تشكيل روح الشخص وقدره. هذا المفهوم العميق يظهر مدى ارتباط المصريين القدماء بعنصر الطين. بالنسبة لهم كان الطين يمثل أصل الحياة وبداية الخلق. البشر في اعتقادهم جاءوا من الأرض، تشكلت أجسادهم منها، وفي النهاية سيعودون إليها. ومن المثير للاهتمام أن هذا المفهوم ليس بعيداً عما ظهر لاحقاً في النصوص الدينية. في القرآن يقول الله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هنا نجد تشابهاً في الفكرة المركزية. الطين يمثل المادة الأساسية التي خلق منها البشر. هذا يوضح كيف حاول البشر منذ العصور القديمة فهم لغز الخلق من خلال العناصر الطبيعية من حولهم. كما أعطى الارتباط بين الخلق والطين لصناعة الفخار معنى رمزياً في الحضارة المصرية القديمة. الخزاف الذي يشكل الطين ويحوله إلى وعاء جميل يعكس بشكل رمزي فعل الخلق نفسه. لهذا السبب ظهرت عجلة الخزاف بشكل متكرر في المشاهد المرتبطة بالإله خنوم. في الختام، قدم المصريون القدماء رؤية فلسفية عميقة لخلق الإنسان، تجمع بين الطبيعة والفن والروحانية. رأوا الطين كمصدر للحياة والخزاف كصورة رمزية للخالق الذي يشكل البشرية. وهكذا تكشف الحضارة المصرية القديمة أن البشر حتى قبل آلاف السنين كانوا دائماً يسعون لفهم لغز وجودهم والتأمل في أسئلة بداية الخلق التي لا تزال تشغل العقل البشري حتى يومنا هذا.